شفتوا الجمال؟ اللهم صل على النبي. دي اسهل طريقه للبطاطا، في طرق كتير، وفي ممكن تتعمل بالكريمه وورق بطاطا وورق كريمه، يعني ممكن تحطي فيها مكسرات. دي اسهل طريقه للبطاطا، شويه سكر وشويه ميه وكمور عليها، هتلاقيها طلعت معاكي تحفه. سخنه سخنه. عسل. حلوه يا بصي. الله. بصي السكر قلبي يا قلب حبايبي ام بوسي، وحشتوني. احنا قاعدين بقى سهرانين بقى تحليه اخر الليل. لقيت عندي، انا كنت جايبه 6 كيلو بطاطا. البطاطا دي يعني كان بيقول لي كيلو وربع ب10. اللهم صل على النبي. خدت 6 كيلو ب 30 جنيه، يعني خدتها على 5 جنيه. اللهم صل على النبي. قسمتهم 3 كيلو في 3 كيلو. عملت قبل كده 3 كيلو، قلت ال 3 كيلو دول ايه بقى اعمل. مسكتهم ده هي زي الفل. مسكتها ضفتها من الحرفين وغسلتها غسله كويسه قوي، نقعتها في ميه نطرت الطين بتاعتها وغسلتها غسله كويسه قوي. وقمت حطاها في حله وحطيت عليها نص كوبايه ميه، نص كوبايه ميه ما تكتروش. إيه اللهم صل على النبي. وحطيت نص كوبايه سكر. عايزاها مسكره قوي زودي السكر شويه، انت وراحتك، ده حسب الرغبه بقى. قلت بقى العيال قاعدين طبعا، الجو بدأ يسقع وعايزين الحاجات دي بتدفي بالليل كده. قلت اما اقوم بقى اعمل لهم حتتين البطاطا دول. انا بصراحه انا بحب المسكره دي عن المشويه. الرفيعه دي احنا بنعملها بالسكر، اما اللي بتبقى التخينه دي بحطها في الفرن بتتشوي. هي سهله وبسيطه. ان شاء الله هنزل لكم الطريقه بتاعت بتتعمل. بنسلقها وبنهرسها كده، ممكن تعمل لها كريمه وممكن تحطي فيها مكسرات وتحطي على الوش كده كراميل. الصوص اللي تحت ده هو الميه اللي بتغلي دي بالسكر بتعمل صوص كراميل، بيبقى تحفه بعد ما بتستوي. انا بحب يعني اكل الصوص ده قوي معاها اما بنيجي ناكل. اللهم صل على النبي. كده بقى هكمر عليها بقى ووطي هتستوي. وبرضك طول ما هي بتستوي دحرجي الحله كده، دقلجي الحله، يعني حركي الحله كده رقصيها. اللهم صل على النبي. السكر بقى ينزل لتحت ويجي في قلب البطاطا كلها كده. هنغطي عليها ونكمر عليها وهتستوي على نار هاديه كده علشان ما تتلسعش بردك من النار. ونص كوبايه الميه دي بتدي معاكم صوص جميل قوي، بيبقى مسكر كده، زي هو بيبقى زي الكراميل بالظبط. اما دي بقى لقيتها صغننه كده، انا بقول لهم الرفيعه دي ما ينفعش تشويها وكده فبسقط له يعني في البيع. فقام قايل لي طب. قلت له طب هنقض الرفيعه كلها. طلعوا 6 كيلو. اللهم صل على النبي. عملت 3 كيلو قبل كده و3 كيلو هم. كده بقى هنغطي بالغطا كده ونكمر عليها. وبعد كده هوريكم بقى ما استوت بقت عامله ازاي. شفتوا بقى يا حبايبي ام بصي بعد ما استوت، شفتوا القمر بقت عامله ازاي. البقبقه اللي بتحصل دي بقى تتقلب لكراميل كده، بتبقى تحفه. يا دوبك انا ولعت عليها ودخلت بس اديت لي بصي شاور، حتى شعري بصي مبلول اهو، شعرها مبلول اهو. ابوها عمال يقول لها شعرها ده ما بتدبش فيه فرش. ابوها طول ما هو قاعد ما بتحبش تقف شعرها وما بتحبش حد يسرح لها، خلقها ضيق كده. قلت لها تعالى اديك الشاور بتاعك على ما تستوي. اللهم صل على النبي. يا دوبك خدت الشاور وسلكت لها شعرها بس ولبستها، كانت استوت بقى. شفتم؟ اللهم صل على النبي. هاتي المعلقه. استنى. شفتوا الشربات دون بقى بيقلب للكراميل بقى. هو انا يا دوبك هسيبها بردك شويه تاخد يفقفق كده مع نفسه شويه. تاكلوها بقى بالكراميل ده بتبقى تحفه. انا بحبها عن المشويه كمان. وفي طرق كتير للبطاطا، ان شاء الله ننزل معاكم الطرق التانية دي. بس دي انا العيال مستعجله عايزين ياكلوا حاجه سخنه، حاجه مسكره سخنه. فانا استسهلت ان انا اجيب البطاطا واحط عليها كوبايه سكر، نص كوبايه سكر صغننه ونص كوبايه ميه صغننه. وبقى يحلوا احلى تحليه كده بالليل كده تدفيها. انا بردك هكمر عليها 5 كده عشان الصوص بتاعها دون يقلب لكراميل، لانه لسه شفتم لسه ميه مصلصل شويه اهو. استنى. اما ياخد غلوتين كده هتلاقوه بقى عقد معانا كده وبدأ يقلب لكراميل. بتبقى تحفه تحفه تحفه. انا بحبها قوي. دي طريقه، دي اسهل طريقه للبطاطا. نص كوبايه سكر ونص كوبايه ميه وتاكلي احلى بطاطا مسكره كده، حاجه تحلي بقك. اللهم صل على النبي. انا هكمر بقى عليها شويه كده وبعد كده اوريها لكم بعد ما توصل اما الشربات بتاعنا يقلب للكراميل.
شفتوا بقت قمر قمر قمر. لو شفتم هو بدأ يقعد معانا، بدأ يستوي. شفتوا الجمال. اللهم صل على النبي. ولو عايزين صوص من أرضية الحلة ترشوه عليها برضك براحتكم. في ناس تاكل وممكن تحطها في الصوص وتاكل. طالعة قمر قمر قمر. دي أسهل طريقة للبطاطا. في طرق كتير، وفي ممكن تتعمل بالكريمة ورق بطاطا ورق كريمة. اللهم صل على النبي. ممكن تحطي فيها مكسرات. كل حاجة ممكن تعملها النهاردة. إيه اللهم صل على النبي. بس دي سهله. انا استسهلتها بقى ان قمت نقعتها في شويه ميه ونطرت الطين منها وغسلتها غسله كويسه قوي، لان احنا بناكلها بقشرها. كده انت تاكلها بقشرها، ما تقشرهاش وترمي القشر بتاعها. احنا كده بناكلها بقشرها. يلا يا حبايب قلبي، دعوه حلوه منكم لبوسي بنتي كده، ربنا يشفيها لي يا رب ويهديها لي. ده هي هتقعد تسايس البطاطا، هي سخنه على فكره لسه، يعني هي لسه سخنه. بصي لو جت تمسكها هترمي. دي اسهل طريقه للبطاطا. شويه سكر وشويه ميه وكموري عليها، هتلاقاها طلعت معاكي تحفه. شفتوا سخنه سخنه سخنه. عسل. حلوه يا بصي. الله. بصي السكر زي البطاطا. تعالي يا بصي بكسرك دو. شفتوا الجمال. اللهم صل على النبي. اسهل طريقه بطاطا. في طرق كتير وفي وصفات كتير للبطاطا، ان شاء الله ننزل معاكم كل الوصفات. بس دي انا استسهلتها لان العيال جوه يا ماما. ميدو بيقول لي انا رقي دلعني يا ماما، عايز حاجه مسكره. فقلت له استنى، في كيس بطاطا كنت عامله 3 كيلو قبل كده ودول 3 كمان. قلت له استنى اما اقوم انقعهم في ميه، وقمت عاملاها. طريقه سهله وبسيطه وما تاخدش معاك الوقت بتاع التسويه بس. حطوا عليها الكراميل كده سهله وبسيطه. انا هكمر عليها بردك في الحله السخونيه، بردك بتسواها معاكم سنه زياده. شفتوا القمر. يلا يا حبايب قلبي، اول مره يدخل قناه بوسي بنتي ما تنسوش تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. ودعوه حلوه منكم كده لبوسي بنتي، ربنا يشفيها ويديها لي يا رب. يلا يا بسبوس تعال كل. يلا كل. ام شاطره. بصي عسل. بصي سكر وعسل. يلا خدي دي كمان. الله. ما تنسوش بقى دعوه حلوه منكم لبصي بنتي كده، ربنا يشفيها لي ويهديها لي يا رب. وتشتركوا في القناه بتاعتي. يلا يا بصي قول لهم باي باي. باي باي يا حبايب قلبي. باي باي.